السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عملت بقى حاجة جديدة، ألا وهي في رقم للواتس هكتبه ليكم في الوصف أو في التعليقات. اللي حابب يبعت قصته مع ذكر معين أو خير عمله فعاد عليه بإيه وانزل قصته على القناة، أو اللي عنده مثلا مشكلة وحابب نحلها مع بعض على القناة هنا برضو يبعتلي، وطبعا هيكون الموضوع في خصوصية إن شاء الله. خلينا بقى ندخل في المفيد ونشوف النهاردة هنعمل ايه. النهاردة حبيت يكون الفيديو فيه روتين كده خفيف اعمله معاكم وانا بتكلم. فيلا بقى قومي اعملي اي حاجة وراكي حتى لو بسيطة، اغسلي المواعين، حضري الغدا، رتبي اي حاجة، المهم يلا نتحرك سوا. وزي ما متعودين ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. وبرضه اوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بصوا بقى، في واحدة بعتت سؤال ومحتاجة ان هي تاخد رأينا فيه. بتقول انا مخطوبة وخطيب الصراحة احسن مني في الشكل، يعني عيونه ملونة، ابيض، جسمه كويس، وانا وافقت عليه مش عشان شكله، انا وافقت عليه عشان عنده مميزات كتير. هو بيحبني وانا كمان، لكن الفكرة ان هو شايف نفسه اجمل مني. كان في مرة بيهزر معايا فبيقول لي كان نفسي في بنت تبقى احلى، عيونها خضرة وبشرتها بيضة، لكن باقي المواصفات تبقى زيك كده وملامحها مسمسمة زيك. المهم انا اتضايقت وقلت له خلاص انت لسه فيها، روح للي عيونها خضرة، ولو انت شايف نفسك اجمل مني فعادي روح للي اجمل منك. اكلني بالكلام وقال لي لا انا بحبك ومقدرش استغنى عنك ولا بعد عنك والكلام ده. المهم رجع تاني وقال لي لما نتجوز ابقي توحمي عليا عشان العيال يبقوا شبهي انا مش شبهك. وانا نفسيتي الصراحة مش مستحملة كل شوية كلام زي ده، انا بحبه ومقدرش اعيش من غيره، وفي نفس الوقت مش قادرة اتحمل الكلام ده. طيب بص يا حبيبة قلبي، اولا كده انا حاسة بيكي وعارفة ان الموضوع ده اكيد مضايقك واني مسببلك ازعاج، لكن عايزة اقولك على حاجة. انت لازم تبقي فاهمة ان الثقة بالنفس مش بتتجاب من كلام الناس، دي حاجة بتبدأ من جواكي انت. يعني ما تستنيش حد يقولك ان انت حلوة عشان تصدقي ان انت حلوة، لا، قولي لنفسك انا حلوة وتحسي بيها وتستشعريها، والحمد لله ربنا عمره ما بيخلق حاجة وحشة ابدا، وربنا مدي كل واحد فينا حاجة تميزه عن غيره. يعني مثلا ممكن تلاقي واحدة جمالها في ملامحها، وواحدة جمالها في طيبتها، وواحدة في دمها الخفيف، وواحدة في ابتسامتها. كلنا فينا حاجة حلوة، بس اللي بيشوفها هو اللي قلبه طيب ونضيف. اللي بيحب حد بجد بيشوف حبيبه بعين الرضا. يعني هديكي مثال، اكيد انت شفتي رجالة كتير جدا مراتاتهم بتكون مش احسن حاجة واقل منهم في الجمال، لكن بيحبها جدا وبيتمنى لها الرضا ترضى، لان هو شايفها بعين الرضا، هو راضي بيها وشايف فيها حاجات تانية كتير حلوة. كده خلاص انا خلصت المواعين، هبتدي بقى اروق الصالة. اوعي يا فوزية تكوني بتسمعيني من غير ما تقومي تعملي حاجة، يلا تشجعي وقومي اعملي اي حاجة في البيت. طيب نرجع نكمل كلامنا. العكس بقى، ياما ستات كتير متجوزة رجالة ولما تشوفيها تقولي ازاي دي اتجوزت ده، لان برضو هي شايفاه بعين مش نفس العين اللي احنا شايفينه بيها. والعين دي يا جماعة بتشوف الحلو حتى لو كان في العادي، انما اللي طول الوقت بيقارن وبيقلل ده يا اما مش عارف قيمة اللي معاه يا اما مش جاهز للجواز اصلا. فحتى لو فيك حاجة مش عاجباه فلازم يقولها بطريقة فيها ادب واحترام عشان ما يجرحش اللي قدامه. وفي الاخر اصلا احنا مش مخلوقين عشان نعجب الناس، احنا مخلوقين عشان نرضي ربنا ونكون في سلام مع نفسنا. عايزة برضه افهمك ان الثقة بالنفس مش انك تبقي شايفة نفسك احلى من الناس، لا، مش دي. الثقة انك تبقي راضية بنفسك، شايفة نفسك الحمد لله كويسة جدا وما تقلليش ابدا منها. يعني ما ينفعش لما حد يقولي كلمة حلوة ثقتي في نفسي تعلى، ولما حد يقولي كلمة وحشة ثقتي في نفسي تقل. في جملة جميلة قوي في كتاب مدارك السالكين لابن القيم، بيقول فيها إن الرضا عن الله يثمر راحة القلب، والرضا عن النفس يثمر طمأنينة العيش. يعني لما حضرتك ترضي إن ربنا هو اللي خلقك، وربنا ما بيخلقش حاجة إلا لو كانت حلوة، فأنت هتعيشي مرتاحة. ولازم تكوني عارفة إن كلنا مفارقين،
فما تتمسكيش قوي بحاجة، عشان كل حاجة هتتمسكي بيها قوي هتكون سبب تعبك وعذابك في الدنيا. فبعد إذنك بلاش تتعلقي بأي حاجة، لأن مدايم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فدايما عودي نفسك إن اللي جه أهلا وسهلا، واللي مشي مليش نصيب فيه. وبعدين معلش، انت دلوقتي حاسة ان انت أقل منه في الجمال، خلي إحساسك ده بينك وبين نفسك، لكن ما ينفعش أبدا أحسسه بكده. هتقوليلي على فكرة أنا عمري ما قلتله أبدا إن أنت أجمل مني ولا الكلام ده خالص. الشريك أو الشخص اللي بيتعامل معاكي كتير بيفهمك من غير ما تتكلمي. ممكن تعملي نظرة معينة أو حركة معينة أو طريقة كلام قلتيها لما اتفتح الموضوع ده، فهو شمها بسرعة ولقطها. فأنت ليه بقى توصليله الإحساس ده؟ ليه تحسسيه إن فيكي حاجة ناقصة؟ واحنا طبعا كلنا فينا نقص، لان الكمال لله وحده. واخيرا الحمد لله خلصت كمان الصلاة. هروح بقى اعمل لي كوبايه قهوه، واشتريت لي كمان بسكوت واشربهم كده بمزاج، وانا الحمد لله مخلصه اغلب اللي ورايا. طبعا انا كده مخلصتش، لسه شويه كده هنزل اجيب الاولاد من المدرسه، بعد كده هرجع اعمل الغدا ويلا نكمل كلامنا. لكن لو انت مثلا حاسه ان انت اقل منه في الجمال، فما ينفعش ابدا ان انت توصلي له الاحساس ده. وبعدين الراجل ما ينفعش يقارن شكله ابدا بالبنت، يعني ما ينفعش يقول لها على فكرة انا احلى منك. البنات هي اللي بتقارن نفسها ببعض، انما الراجل المفروض ان هو ما يكونش فيه الصفة دي. يعني احساس الحلاوة والمقارنة بالجمال دي بتكون عند الانثى مش عند الراجل خالص. يعني كفاية ان الراجل يكون منظم، لابس لبس كويس نضيف، هو شخصيا شخص نضيف، خلاص كده تمام. انما يقارن الجمال بينكم وان هو احلى منك وان انت اقل منه في الجمال، فدي صراحة انا مش عارفة احدده ده ايه بالظبط. كمان لازم يكون في احترام ما بينكم، والكلام ده لكل اللي بيسمعني، اذا كان في خطوبة او جواز. قبل الحب لازم يكون في احترام. والاحترام مثلا ان انا لما اقولك الحاجة دي بتضايقني او انت من نفسك تعرف او تحس ان الحاجة دي بتضايقني، فالمفروض من الاحترام والتقدير ان انت ما تعملهاش. ياما ناس كتير جدا بيحبوا بعض وبياخدوا بعض عن حب، لكن وقت المشاكل بيطلع منهم أسوأ ما فيهم. كلام بقى ما ينفعش يتقال، وممكن كمان ان الزوج يمد ايده على زوجته، ويبقى فيه فضايح وقلة أدب وعدم تقدير وعدم احترام، وهي ترجع تقول انا اسفة وهو يرجع يقول لها انا اسف. لكن صدقيني مع الوقت العلاقة دي بتتدمر وبتنتهي. اما العلاقة اللي قايمة على الاحترام والتقدير، مع الوقت هيجي الحب. فانت خليكي مع اللي يحترمك، وعززي من نفسك وعززي من وقتك ومن طاقتك، وما تضيعيش طاقتك في التفاهات دي. لازم تكوني وسط ناس محترمة يحترموكي ويقدروكي. ومعلش انا مش عايزة اكبر الموضوع، لكن برضه عاوزاكي تبصي لمشكلتك من جهة تانية. حطي في دماغك ان انتوا لما تتجوزوا بإذن الله، اذا ربنا رزقكم بأولاد بإذن الله، قدري جبتي عيلين، واحد شبهك والتاني شبهه، هيتنمر بقى على العيال اللي شبهك ويحب في اللي شبهه. هو لو عمل كده فهيسبب للعيال عقدة. ففكري برضو يا ترى هيتعامل مع الاولاد ازاي. فبصي لمشكلتك مش ان انا ما اقدرش استغنى عنه، بصي لمشكلتك ان ده جواز وهعيش عمري مع الراجل ده وهيكون في اولاد باذن الله ما بينا. يلا بينا نجيب احباب الله. بسم الله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. والحمد لله رجعت البيت. النهاردة بقى الأكل هيكون سمك. ده شوية سمك من الضفاه ومتبلاه، وده دقيق وعليه 2 معلقة نشا وشوية توابل سمك على الدقيق والنشا، ودي مية. هنعمل ايه؟ هنحط السمك في الدقيق والنشا بعدها في المية. هتقولي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هقول لكم انا شفت الطريقه دي من شيف على اليوتيوب، وفعلا لما جربتها كانت حلوه جدا وعملت طبقه للسمك مقرمشه وجميله. بعد ما نحط السمك في الدقيق والنشا وبعد كده في الميه هنرجعه تاني للدقيق. بالنسبه للتوابل بتاعه السمك، انا صراحه بقيت اجيب توابل سمك جاهزه لاني مش بعرف اظبط التوابل بتاعه السمك. المهم بعد ما هتخلصي هتقليهم في الزيت وبألف هنا وشفا على قلبكم. ومعلش لو بقف في النص وبعرفكم اللي بعمله، بس عشان في اختي هنا على القناه ربنا يبارك فيها قالت لي لما تكوني بتعملي حاجه عرفينا انت بتعملي ايه، لعل وعسى نتعلم منك. فباذن الله انا مش هقطعكم تاني خلاص، ويلا بينا نرجع تاني نكمل كلامنا. طيب
المفروض بقى حضرتك تعملي ايه دلوقتي؟ اولا احنا هنجرب معاه ان احنا ما نتسرعش في فسخ الخطوبة، وهنعمل الخطوات دي بإذن الله ويا رب يجعل بفايدة. اول حاجة لازم تعمليها ان انت تفضلي كل شوية وكل يوم مستمرة على صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. لحد امتى؟ لحد يوم الجواز. يعني انت خلاص بالليل هتتجوزي، برضو تصلي صلاة الاستخارة وتقولي الدعاء. ما تسيبيش الاستخارة ولا دعاء الاستخارة ابدا. تاني حاجة، وصليله ان انتي مش بتحبي النوع ده من الهزار، لكن ما توصليش انك غضبانة ومتضايقة وان انت ازاي تقولي الكلام ده وتقعدي بقى تبرري وتقعدي تردي ومجادلات كتير، لان هو مش هيستوعب ابدا طول ما انتي بتتكلمي بالطريقة دي، والكلام هيدخل من هنا وهيخرج من الناحية التانية وهيكررها تاني. لما تيجي تتكلمي معاه صوتك مش متعصب ولا متنرفزة، لكن فيه قوة في كلامك، ويكون الكلام بسيط جدا. يعني مثلا لو سمحت انا ما بحبش الهزار ده، وما تتكلمش معايا تاني بالطريقة دي، وما تتكلميش بنبرة فيها تهديد، زي ما قلتلك بكل هدوء، لكن يكون في قوة في صوتك. والقوة مش ان انت تبقي صوتك عالي ولا ان انت تبقي عينك حادة ولا اعصابك مشدودة. كل دي تعبيرات اذا ظهرت هيحس ان انت واحدة مش واثقة في نفسك وان انت قدامه قليلة، فانت اعرفي كده ان انت كده مش بتعملي حاجة، انت بتبوظي الدنيا اكتر. كمان اوعي تقلبي وشك بعد ما تقولي له الكلام ده، ما تقلبيش وشك، اتعاملي عادي جدا لكن ببرود. ما تتعامليش بطبيعتك وتقعدي بقى تهزري ولا تبقي مدلوقة، ما ينفعش خالص ان احنا نعمل كده. ليه؟ عشان ما نساعدش غيرنا ان هو يجي علينا، اللي هو خلاص انت قلتلي كلمة ضايقتني فانا عديتها وبتعامل عادي جدا. خليه يشوف فيكي ان انت فيكي حاجة اتغيرت. يعني مثلا لو متعود منك ان انت بتتكلمي معاه كتير او بتقعدي تجيبي في كلام، اسكتي وما تجيبيش اي كلام. حتى لو هو حاول يجيب معاكي كلام عشان يلطف القعدة، يعني ردي عليه بالمختصر المفيد. يعني مثلا سألك على حاجة تردي عليه على قد السؤال وتسكتي، لكن برضو ما تطوليش في الموضوع ده، لان احنا كبني ادمين ما عندناش خلق وبنزهق بسرعة جدا. يعني في الاخر عايزة اقولك خليه من جواه يحس ان انت اتغيرتي، وان انت لما بتعمل الموضوع ده ممكن تخسرني، لكن ولا بالكلام ولا بالزعيق ولا بالصوت العالي. تالت حاجة واهم حاجة، انك مش هتعرفي تعملي كل ده غير لو بقيتي واثقة من نفسك وعارفة قيمة نفسك. الحمد لله انت بنوتة وجميلة، ومش شرط الجمال ان ابقى عيوني ملونة ولا بيضة ولا بشرتي صافية. كفاية الحمد لله ان انا شكلي مقبول وكويسة ومش مبهدلة في نفسي، بلبس كويس ومحترمة ومؤدبة ومن بيت ناس الحمد لله. اللي هيساعدك بقى اكتر انك تطوري من نفسك عشان ما يكونش هو شغلك الشاغل. طول ما انت قاعدة فاضية هتقعدي تفكري ده قال لي، ده عملني، ده حصل، ده وصل. انما لا، انا مش عايزاكي تكوني كده، عايزاكي انت تشغلي نفسك بحاجات مفيدة. يعني مثلا اقرأي كتب، اتعلمي مهارة جديدة، اقرأي ازاي تطوري من نفسك وتكوني واثقة فيها. لما تعملي كل ده وقتها بس هتعرفي تردي بكل ثقة وثبات، وهتوصلي له من غير ما تتكلمي ان انت قد ايه كتيرة وان انت حاجة كبيرة جدا. يعني مثلا لو جيتي قعدتي مع ناس، مثلا مش شرط هو الشخص، يعني احنا بنتكلم عامة، الناس تعرف ان لا يا جماعة فلانة دي ما بتحبش الهزار ده، فلانة يا جماعة ما بتحبش حد يتكلم عليها كده او يتريق عليها. لو حد قال لها كلمة مش هتسكت. كان في فيديو سمعته قبل كده ان طول ما انت عندك مهارات وخبرات وشخصيتك شخصية عاقلة ومش اي كلمة بتطلع منك ودايما واثقة في نفسك، فالناس دايما هتسعى ان هي تكون حواليكي وترضيكي وما تضايقكيش، لانها تبقى خايفة ان هي تخسرك او تخسر الحاجة اللي هتكسبها منك. ده غير انها عارفة انك شخصية قوية وواثقة من نفسها. فلو الشخص ده سابك عادي جدا هيكون عارف ان انت مش هتتأثري ولا هتجري وراه، لانك عارفة قيمة نفسك كويس جدا. انما اللي بتكون على طول حاسة ان هي مهمومة ومكتئبة وقافلة على نفسها وبتتفرج على حاجات تافهة وما بتعليش من نفسها ولا بتطور منها ومش بتعرف تتكلم، اي كلمة بتيجي على لسانها بتقولها وخلاص، هتلاقي الناس بتبعد عنها، وهتلاقي كمان الناس بتضايقها بالكلام. فاشتغلي على نفسك واشغلي وقتك، وحطي دايما في دماغك ان ما دايم الا وجه الله سبحانه وتعالى، عشان لو في اي حاجة في حياتك ما كملتش ما تزعليش وما تتأثريش. في حاجة كمان انا لاحظتها من كلامك، ودي حاجة مهمة جدا. انت بتقولي ان خطيبك وان بتقولي له بحبك وهو بيقولك انا كمان بحبك، بتخرجوا وبتروحوا وبتيجوا مع بعض. معلش خليني اقولك ان ده حرام، ومش بقولك كده والله عشان اهاجمك ولا ضايقك، بس عشان بحبك في الله وبخاف عليكي.
احنا ساعات بنفتكر ان الخطوبة زي الجواز. الخطوبة ما هياش جواز، دي مجرد وعد بالزواج. يعني لسه حضرتك ما بقاش جوزك شرعا، يعني ولا ينفع خلوة ولا خروج لوحدكم ولا كلام لا يرضي الله، لان لسه ما بيكونش فيه ميثاق غليظ ما بينكم، ولسه العقد ما حصلش. طب عارفة ليه ربنا قال كده؟ مش عشان يضيق عليكي ولا يشدد عليكي، لا خالص، ده عشان يحميكي، عشان ما تتعلقيش بحد ويجي القدر وما يتمش. وارد ولا مش وارد؟ وارد. فلو حصل كده هتتعبي وهتتكسري او هيتكلم عليك الناس. ربنا دايما بيشرع لنا الحلال بطريقة تحفظ كرامتنا، فلو هو فعلا بيحبك بجد المفروض يخاف عليك ويتقي الله فيكي، وانت كمان لازم تخافي على نفسك وتتقي الله فيه. فعيشي خطوبتك بالحلال باللي يرضي الله. اتكلموا في وجود الأهل، اتفقوا على المستقبل، اتعرفوا على طباع بعض بالأدب والاحترام. لكن كلام حب وخروج وخلوة لا، لأن ده مش هيبارك أبدا في العلاقة، بالعكس بيقلل من بركتها. وعلى فكرة لو تمت الخطوبة واتجوزتم في حياتكم الزوجية ربنا أبدا مش هيبارك فيها، لأنها اتبنت على معصية الله. والله يا بنات اللي بيحافظ على حدود ربنا في البداية ربنا بيكرمه في النهاية، واللي بيبدأ بحرام بيعيش في تعب. يعني خلي العلاقة نظيفة من أولها، وربنا هينور طريقك وهيفتح قدامك فتح الخير. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوفي بقى الجمال، مجرد انك تتقي الله في نفسك ربنا هيرزقك براحة وكرامة وستر وسعادة من حيث لا تتخيلي. انا بقولك الكلام ده كأختك اللي نفسها تشوفك مرتاحة ونفسها تشوف البنات كلها في ستر ورضا، لان والله اجمل شعور في الدنيا انك تكوني مطمئنة ان ربنا راضي عنك. واستعيني بالله قبل ما تعملي اي حاجة، واطلبي دايما العون من ربنا سبحانه وتعالى. يا رب حبيبتي ييسر لك امرك ويختار لك الزوج الصالح اللي يكر عينك بيه، ويرزق بنات وشباب المسلمين جميعا يا رب الازواج الصالح والذرية الصالحة. ودلوقتي اقدر اقول لكم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.